السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي المرة اللي فاتت ما شفنا مع بعض أهمية التحليل المعماري في إنك تحاول تبدأ في مشروعك. النهاردة هنشوف بقى الجسر أو الكوبري اللي بيعدي من التحليل المعماري لبداية التصميم المعماري. الجسر دوت بنسميه الكونسبت أو بالعربي المفهوم أو التصميم، بداية فكرة التصميم اللي هي الفكرة التصميمية أو المفهوم، بس على طول هنقول مع بعض الكونسبت، فتعودوا على الكلمة دي. الكونسبت من اهم العناصر في انك تطلع فكرتك للنور. فالفكرة دي بنقول عليها انها فكرة عامة في صورتها الاولية، يعني اول حاجة بتفكر فيها وبتتطور بعد كده. بعد ما تحلل المشكلة اللي عندك بتنتج فكرة تشكيلية، منها بتقدر توصل لشكل مبسط للفورم اللي هو الشكل يعني اللي انت عايز تعمله. فانت بعد ما تشوف التحليل انت بتبدأ تشوف المشكلة اللي عندك. تمام. بعد ما تشوف المشكلة اللي عندك تقعد تفكر في كذا حاجة. بتشوف مثلا بتقول عندي مشكلة في الضوء، في التهوية، عندي عايز اعمل حاجة تعمل راحة نفسية للعميل، عايز اعمل مثلا معالجة بيئية الى اخره. انت بتشوف الحاجات ديت وبتبدأ تفكر في الكونسبت من خلالها. فمثلا الكونسبت بتاعك زي ما قلت ممكن يبقى عبارة عن معالجة بيئية مثلا، صح؟ ممكن يبقى توجيه مثلا لإضاءة أو تهوية او رياح، اي حاجة يعني. ممكن يبقى تجسيد لشكل معين، لو حد شاف مثلا الاوبرا بتاعت سيدني مثلا، او حد شاف اي حاجة من الحاجات ديت بتبقى عبارة عن تجسيد لشكل معين بيحوله لايه، لمبنى معماري الى اخره. ممكن يبقى تجريد لحاجة معينة، وديت ما اكترها في حاجات كتير اوي متجردة. ممكن يبقى الكونسبت عبارة عن حاجة وظيفية بس، زي ما بيقول لو كوروزيه، بيقولك انا بعمل المبنى بتاعي على انه مكنة، ان البيت دوت ماكينة للعيش. اهم حاجة عندك عشان تعرف تجيب كونسبت كويس انك تشوف مشاريع كتير قوي، وانك تقرا كتير جدا، حتى لو مش في خلال العمارة اقرا في اي حاجة. المعماري لازم يبقى عارف حاجة عن كل حاجة، يعني مش بس بتعرف تقعد تقرا في 500 كتاب معماري، دي حاجة كمان طبعا جميلة جدا، لكن يبقى عندك ثقافة عامة. لازم تبقى عارف كل حاجة، يعني مثلا لو تبقى عايز تعمل مثلا مبنى موسيقي لازم تبقى قاري كويس عن الموسيقى وعارف نظام التونز في الموسيقى، وتتعلم كل حاجة عن الموسيقى. الحاجات دي هتجيب لك أفكار بالهبل، هتجيب لك إلهام بالعبيط زي ما احنا بنقول كده. الحاجات اللي بتعتمد عليها بقى عشان تعرف تجيب الكونسبت، أو مش بتعتمد عليها نقدر نقول بشكل أكثر دقة، اللي بتأثر فيك وأنت بتجيب الكونسبت: فلسفتك العامة وثقافتك. عشان كده زي ما قلنا لازم تبقى قاري كتير، لأن أنت لو مش قاري حاجة مش هتعرف تجيب فكرة بسهولة يعني. فلسفتك التصميمية ورؤيتك للمشكلة. يعني ايه فلسفة تصميمية؟ في حاجة اسمها مثلا مينيماليزم، في حاجة اسمها الاورجانيك فورمز، في حاجات تانية بس مثلا ديت ممكن نقول من اشهر الحاجات. في الستايلز المختلفة بقى ممكن نقول ايه، الجاثيك، الرومانيزم، حاجات كتير قوي مثلا. فانت بتبدأ الى اخره، نكتب اي تي سي او الى اخره. بتعرف بتشوف حاجة انت بتحبها، تصميم انت بتتعلق بيه، بتقول انا باقي نفسي في التصميم دوت، وتعرف تقعد تقرا عليه كتير وتشوف مشاريع كتيرة من خلاله، من خلال الحاجات دي انت بتتأثر اصلا ساعات بشكل لا ارادي في فكرتك. يعني انا مثلا زي ما بقول كده، وانا باجي اصمم الدنيا مثلا حاجة في التصميم في المدرسة اللي هو الكلية بتاعتي، ببدأ اقعد اقسم الفرقات كده اي حاجة، عشان انا بحب المينيماليزم اكتر مثلا من الاورجانيك. صاحبي التاني بيحب الاورجانيك جدا، فاول ما بيلاقي تصميم بيعمله مثلا ايه بشكل غريب كده، ويقعد يقسم فيه وبتاع وحاجات غريبة كده، عشان هو دماغه كده. فانت بتشوف الحاجة اللي عندك وبتبدأ من خلالها ايه، تتابع المشاريع والافكار الى اخره. تمام. حاجات بقى مهمة، نقط مهمة نقولها بسرعة كده: المفهوم بتاعك اللي هو الكونسبت لازم ينبع من المشكلة المعمارية، او حتى يكون على علاقة قوية بيها. ما ينفعش مثلا تبقى عندك مشكلة في الضوء او حاجة خاصة بالتهوية وانت تقول لك انا عايز اعمل مشروع في اي بتنجان تاني. لا، انت لازم تكون الكونسبت بتاعك ناتج من المشكلة، وتوضح كده للاساتذة بتوعك في الكلية عشان يعجبوا فعلا بالمشروع بتاعك. مثلا انا المشروع بتاعي السنه دي هو عباره عن بيت لواحد موسيقي. الراجل الموسيقي دوت بيقول لك انا بؤمن ان الطبيعه هي اللي بتنتج الموسيقى. هو بيحب الطبيعه جدا. عملت له البيت يبقى من كل مكان، في اي مكان في البيت ممكن يشوف منه الطبيعه، يشوف شجر. عملت له حديقه داخليه،
عملت له حاجات بشكل ان هو حل المشكله. ما ينفعش مثلا اروح انا في وادي تاني خالص واروح اعمل اي تصميم، لا مش كده. الكونسبت دوت عباره زي ما قلنا عن فكره اوليه للتصميم، فانت بتجيب حاجه عامه جدا من خلالها بقى بتقعد تطور الفكره بتاعتك، حاجه تكون قابله للتطوير، مش خلاص تبقى عملت الشكل نهائي وتقول خلاص هو ده اللي انا هعمله وتبدا من اول يوم لاخر يوم فيه، لا. لان انت مفيش حاجه بتعرف تعملها من الاول كامله، مفيش حاجه كامله. عشان كده حاجه انت بتبقى عندك قبول نفسي ان انت ممكن تطورها عادي، يعني مش مشكله. ف التحليل دوت بشكل خلاص بقى، اللي هو بنلخص التحليل بتاعك انت عشان تحول تصميم بتستخدم كونسبت معين. لازم الكونسبت دوت تحقق فيه احتياجات المستخدم، وانك تخليها معبرة في صورة واضحة بالكونسبت بتاعك. مش شرط تبقى فكرة واحدة بس، ممكن تبقى أفكار كتيرة. بعد كده بقى بتشوف بالبابل دايجرام العلاقات الوظيفية للمشروع، تعريف الفراغات المعمارية، مسارات الحركة، الإطار التشكيلي العام. بس كده خلصنا. ان شاء الله يا رب يكون افادكم حتى ولو بحاجة بسيطة، والمرة الجاية ان شاء الله هنكمل مع بعض ازاي نكمل مشروعنا المعماري. السلام عليكم.